السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بقى اسهل بيتزا. بجد هتجربيها وهتدعيلي، ولا هتعجيني ولا هتنخلي ولا دقيق بقى ولا الوش ده كله. بصي، انا بستعمل البيتزا دي، هي 3 قطع في كيس واحد، وال3 قطع دول مش غاليين، يعني عاملين 75 جنيه. تمام. طبعا انت لو هتشتري البيتزا دي من بره هتجيبها ب200 حاجه جميله. هي بتتباع في باكت في السوبر ماركت، لو عايزين تعرفوا اسمه بكتبوا لي في التعليقات ونكتب لكم اسمه. العجينه بتاعتهم حلوه جدا جدا جدا. انا مش بعمل اعلان على فكره، بس هو مش اعلان، بس انا بحب فعلا العجينه بتاعتهم. جربت كذا بيتزا جاهزه من السوبر ماركت، ما لقيتش غير فعلا النوع ده. هي بتبقى شكلها مربع كده او مدي على مستطيل شويه. عايزه اقول لكم بقى، انا جايبه لكم النهارده السر بتاع المطه وبتاع الجبنه الموتزاريلا التقيله السايحه النايحه اللي احنا بنحبها دي. ودي الحاجة الوحيدة اللي جربتها فعلا ونفعت، ان هي تكون تقيلة. بصوا ظهرها عامل ازاي. احنا بنحب طبعا الجبنة الموتزاريلا غرقانة في البيتزا، دي اهم حاجة عندنا. فهعرفكم دلوقتي الطريقة. بصوا دي شكل البيتزا، هي بتتباع 3 قطع من دي في كيس واحد، وال3 قطع عاملين حوالي 75 او 80 جنيه بالكتير. حلوة جدا وعجينتها طرية قوي. هي بتتجاب كده اكنها نص سوا، هي مش عجين عجين، هي اكنها عيش بيتزا نص سوا. طبعا احنا بنكمله في الفرن، بس بيوفر عليكي بقى العجن ولا العجينه تطلع معاكي مظبوطه ولا ما تطلعش معاكي مظبوطه والوش ده. احنا هنجيب صاج كده او اي صينيه، وهندهنه شويه زيت عشان بس ما تلزقش. سهله جدا ومريحه لو انت بقى تعبانه ومش قادره تعجني، او مش بتعرفي تعملي عجينه البيتزا، او مستعجله وعايزه تعملي غدا او فطار في رمضان. سهله قوي. انا بقى ما بحبش اصلا صلصه البيتزا بصراحه، فدايما بدهن وش البيتزا كاتشب. ما بحبش خالص الصلصه بتاعت البيتزا لكن انت لو عايزه تعملي البيتزا صلصه البيتزا اعمليها حطيها عليها عادي جدا. بصوا يا جماعه، شكل العجينه، هي مش عجينه، شكل العيش بتاع البيتزا عامل ازاي، ابيض كده وجميل جدا. انا بستعمل اي نوع جبنه موتزاريلا، النهارده كنت مستعمله الحمد. سر بقى المطه والجبنه الموتزاريلا بقى المنغنغ قوي فوق البيتزا ده. اكتشفته في حاجه واحده، وهي مش في نوع الجبنه الموتزاريلا خالص. الجبنه الموتزاريلا ما بتعملش مطه لوحدها، وما بتبقاش سميكه وتقيله كده زي ما احنا بنحب لوحدها. تمام. عشان خاطر تطلع معاكي تقيله وسميكه لازم تحط لها اضافات. ايه هي الاضافات دي؟ هنجيب بقى دلوقتي مع بعض طبق جبنه شيدر. في كذا نوع للشيدر، انا هوريكي النوع اللي بستعمله واللي بيدي معايا مطه رهيبه زي اللي شفتيها في اول الفيديو. الجبنه الموتزاريلا لوحدها استحاله تعمل المطه دي. تمام. ده نوع الجبنة الشيدر اللي بستعمله الفاتح. جايبة الطبق ده حوالي ب55 جنيه. تمام. لو انا هعمل في بيتي من غير تصوير مش هستعمل كل الجبن، يعني هستعمل اقل من كده في الجبنة الموتزاريلا واقل من كده في الجبنة الشيدر، وهتطلع برضو منغنغة وحلوة جدا واحسن من بتاعة بره. بس انا عشان بس بعمل فيديو كترت الجبن شوية عشان التصوير بس، لكن هو المفروض انها تبقى اقل من كده، لان اصلا الجبنه الشيدر دي مع الجبنه الموتزاريلا بتعمل مطه جميله جدا، وكمان بتبقى تقيله كده، يعني تحسي ان انت بتاكلي بجبنه اتقل من اللي انت بتاكليها من بيتزا كينج او بيتزا هات مثلا. لا، جبنه منغنغه كده وغنيه قوي وتقيله ومطتها رهيبه. انا حطيت شويه فلفل بس كده، لان انا ما بحبش بصراحه بقى على البيتزا القوطه والبصل ومش عارف ايه. لو عندي مشروم كنت حطيت، غير كده لا. ممكن اعملها جمبري، لكن بالخضروات فبكتفي قوي بالفلفل. لو في زيتون كنت حطيت، بس الصراحه ما كانش عندي. وزي ما قلت لكم انا مكتره الجبن عشان التصوير بس، لكن هي بنص الكميه دي على حجم البيتزا هيطلع زي الفل، وبرضه هتبقى تقيله جدا جدا. يعني اللي اقصده ان كيس الجبنه الحمد وكيس وباكت و55 جنيه جبنه شيدر هيعملوا معاكي اكتر من 5 بيتزات لو انت عملتيها بالعقل شويه، لكن انا مكتره عشان خاطر التصوير فقط. تمام. لكن لو انت حطيتي شريحه واحده، عملتيها كده بالسكينه وقطعتيها حتت صغيره جبنه شيدر وخلطتيها مع شويه جبنه موتزاريلا، برضه هتعملك احلى شغل على وش البيتزا. عايزه اقولك عجبت اللي في البيت كلهم،
وبقى مش مصدقين ان انا عاملاها في البص. وشها عامل ازاي يا جماعه؟ رهيب، وشها حلو جدا. بص الجبنه سايحه ونايحه كده، وايه بقى، وتقيله، ومطتها جميله. طبعا اولادنا